بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت طالب بكالوريا او داخل بكالوريا، طالب ثالثه ثانوي واقع في الجرامر، او طالب اعدادي الجرامر عندك في مشكله، احب اقول لك ان سلسله الفيديوهات دي ليك انت. اسس نفسك في الجرامر. احنا عملنا باختصار سلسله فيديوهات اسمها اسس نفسك. هشرح لك الازمنه البسيطه كلها والازمنه المستمره والتامه واسئله المستقبل. كل زمن او كل فيديو هيبقى مختص بحاجه. هنبدأ النهارده بالأزمنة البسيطة، في أقل إن شاء الله من نص ساعة أو ساعة إلا ربع هنكون مخلصين الأزمنة البسيطة، وهتخش بكالوريا أو هتخش تالتة ثانوي، أو لو أنت طالب إعدادي مش هيبقى عندك أي مشكلة في الأزمنة البسيطة. هنبدأ في أول حاجة عندنا هنا وهي البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. أول حاجة يا مستر علشان نعرف المضارع البسيط، ونبقى فيه تمام جدا، هنعرف أول حاجة هو اليوسج اللي هو الاستخدام. كاتب لك هنا إيه؟ كتبتك يستخدم زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط ده بنستخدمه امتى، او امتى نتكلم، او امتى نقول ان احنا في جمله زمن المضارع البسيط؟ لما الجمله تكون بتعبر عن عادات، حاجه احنا بنعملها كل يوم، عاده، الهابت احنا بنعملها كل يوم، العادات، او احداث متكرره او حقائق علميه. احداث متكرره يعني حاجه بتحصل على طول، حاجه بتحصل كل يوم. والحقائق العلميه طبعا زي الميه لما بتغلى عند درجه حراره 100. وكل الاحداث وكل الحقائق العلميه اللي عندنا ديت بنستخدم فيها زمن المضارع البسيط. طيب نخش على اول حاجه واهم حاجه عندنا اللي هي الفورميشن اللي هو التكوين بتاعنا. بنكون جمله في زمن المضارع البسيط ازاي؟ اول حاجه احنا ممكن الفعل عندنا ممكن يكون اي، وممكن يكون they او we او you او اي فاعل جمع، boys, children, girls. اي فاعل جمع احنا بنجيب الفعل في المصدر. بنجيب الفعل فين؟ في المصدر. والفعل يا مستر في المصدر يعني الفعل بغير اي اضافات. لا ينفع نضيف له دي، ولا ينفع نضيف له اي دي، ولا اي اي دي، ولا اس، ولا اي اس، ولا اي اي اس، ولا اي ان جي. تمام؟ ده كده الايه؟ المصدر مع ضمائر الفاعل اي وزي ويو ويو او اي فاعل جمع. طيب زي ايه؟ زي الاكزامبل ده. We usually play tennis on Friday. We usually play tennis on Friday. احنا عندك يا مستر هنا الفاعل هنا وي. الفاعل عندك هنا وي. حطينا بلاي لان الفعل عندنا بلاي في المصدر. ليه بلاي في المصدر؟ لان الفعل عندنا وي، لانها من ضمائر الفعل الجمع اللي الفعل معاهم بيكون فين؟ بيكون في المصدر. ديت ممكن يكون ضمير فاعل، ممكن ما يجيلكش ضمير فاعل، ممكن ما يبقاش اي او زي او وي او يو، ممكن يكون فاعل جمع زي الجمله دي. My grandparents sometimes use a computer. My grandparents فاعل جمع، علشان كده حطينا يوز اللي هي في الايه؟ اللي هي في المصدر. حطينا يوز اللي هي فين؟ في المصدر. تمام؟ بعد كده ممكن الفاعل ما يكونش جمع، ممكن ما يكونش ضمير فاعل جمع، ممكن يكون ضمير فاعل مفرد. زي ايه؟ زي هي او شي او ات او اي فاعل مفرد. اي فاعل مفرد. بس الفرق بقى من التكوين ده، الفرق بالتكوين ده والتكوين ده ان هنا الفعل في المصدر لو مع ضمائر الفعل الجمع. اما دولت الفعل بينضاف له اس واي اس واي اي اس. مش بمزاجك هتضيف اس ولا اي اس ولا اي اي اس. كل حاجه من الاضافات دول لها قاعده معينه هشرحها لك، وديت اهم حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده. الاضافات بتاعتنا امتى نضيف اس، امتى اي اس، امتى اي اي اس. طيب ناخد مثال عليها الاول. ممكن اقول لك ايه؟ رودينا sometimes listens. حطينا للفعل اس to the radio. تمام؟ رودينا sometimes listen to the radio. هنا رودينا فاعل جمع، فاعل مفرد، سوري. رودينا مفرد، علشان كده هتضيفنا للفعل ايه؟ اس. طب انت يا مستر برضو ما قلتلناش امتى بنضيف اس وامتى بنضيف اي اس وامتى بنضيف اي اي اس. ديت بقى اللي معانا دلوقتي الاضافات بتاعتنا. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لاحظ. عايزك تلاحظ الاضافات، ودي اهم نقط في الفيديو. اهم حاجه في الفيديو الثلاث نقط دول، اهم حاجه في الفيديو كله. ده اللي بشرح الفيديو عشانه. وناس كتير قوي في اسئله الرايت اللي عليك، لو انت في الاعدادي فانت عليك اسئله الرايت، ممكن يوقعك في ده. ممكن تبقى انت في ثانوي عليك اسئله الرايت، ممكن انت شخص كبير ممكن تقول ما تقعش، لا ممكن تقع جدا في الاضافات. امتى اس، امتى اي اس، امتى اي اي اس. وفي ناس كتير قوي سواء في الاعدادي او في الثانوي داخلين ومش عارفين الاضافات امتى. طيب انا اقول لك احنا بنضيف اس امتى؟ احنا بنضيف اس مع الفاعل المفرد الغائب. خلي بالك الاس والاي اس والاي اي اس مع الفاعل المفرد.
علشان في طلبه اذكياء ممكن يجيب لي فاعل جمع اي يو زي وي او اي فاعل جمع ويقول لك لا ده المستر قال لا يا حبايبي، انت لازم الحاجات ديت تضيفها مع الفاعل المفرد، مع الفاعل المفرد اللي هي هي وشي وات او اي فاعل مفرد او اي فاعل ايه او اي فاعل مفرد. طيب الفاعل المفرد الغائب اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن يكون هي او شي او ات، هي او شي او ات. طيب زي ايه؟ زي مروه usually plays tennis on Fridays. الفاعل هنا play، الفاعل هنا play. طب برضه يا مستر امتى بنضيف اس؟ والله احنا برضه بنضيف اس لو الفعل بتاعنا منتهي بواي بس قبل الواي ده، قبل الواي حرف ساكن. لازم يكون بنضيف اس لما يكون الفاعل بتاعنا الفاعل مفرد والفعل بتاعنا منتهي بواي وقبل الواي سوري مش حرف ساكن، هو حرف متحرك. بنضيف للفعل اس لما يكون منتهي بواي وقبل الواي حرف متحرك. قبل الواي حرف ايه؟ قبل الواي حرف متحرك. واي، الفعل منتهي بواي قبل الواي حرف متحرك، بنضيف للفعل اس مع الفاعل المفرد. نركز جدا مع الفاعل المفرد. طيب دي كده بالنسبه لاس. طب امتى بنضيف اي اس؟ احنا بنضيف اس برضو مع الفاعل برضو المفرد. نركز يا جماعه الله يكرمكم، لان في ناس بتضيف اس واي اس واي اي اس مع الفعل الجمع. انا بتكلم هنا مع الفعل المفرد. بس امتى بقى اي اس؟ لما يكون الفعل ده منتهي بايه؟ اذا كان الفعل منتهي بايه بقى؟ منتهي بالحروف دي، باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس. لو الفعل بتاعك منتهي بالحروف دي اس اس سي اتش اس اس او او اكس والفاعل بتاعك مفرد غائب، فانت عندك كده لازم تضيف للفعل اي اس، لازم تضيف للفعل اي اس. طيب زي ايه؟ زي الجمله دي ماي براذر فاعل مفرد ماي براذر فاعل مفرد، وعندك الفعل الاساسي لغايه هنا اللي هو واتش، اللي هو ايه؟ اللي هو واتش دوت فعل منتهي بسي اتش، منتهي بسي اتش، فاحنا ضفنا له ايه؟ ضفنا له اي اس لان الفعل عندنا مفرد. My brother often watches TV after lunch. تمام؟ فعل مفرد الفعل بتاعك اخره سي اتش، فاحنا ضفنا اي اس. بعد كده واخر حاجه في الاضافات الاي اي اس. امتى بنضيف يا مستر اي اي اس؟ احنا بنضيف اي اي اس لما يكون الفاعل مفرد غائب مع اللي هو هي وشي او ات او اي فاعل مفرد بس يكون منتهي بواي وقبل الواي حرف ايه؟ حرف ساكن. خلي بالك هنا واي قبلها حرف متحرك، انا مش عارف هي بتتعمل كده ليه. هنا الواي قبلها حرف متحرك، تمام؟ لو الواي قبلها حرف متحرك زي بلاي فانت بتضيف اس بس. اما لو الواي قبلها حرف ساكن انت اول حاجه لازم تحذف الواي ديت لازم تتحذف وبتضيف اي اس، بتضيف اي اس. زي ايه؟ زي الجمله دي امل always studies. هو الفعل عندك study، الفعل اسمه study، الفعل اسمه study، تمام؟ هنا امل مفرد والجمله مضارع، فاحنا عايزين نضيف يا اس يا اي اس يا اي اس. المستر قال هنا من شويه في الجمله في النقطه رقم 3 ان لو واي قبل الواي حرف ساكن انت بتحذف الواي وبتضيف اي اس، يعني الجمله هتبقى studies، الفعل عندك هيبقى studies. امل always studies hard for her exams. تمام؟ امل مفرد الفعل منتهي بواي قبل الواي حرف ساكن، بنحذف الواي ونضيف اي اس. تمام؟ ديت اهم 3 نقط في الفيديو بتاعنا النهارده. طيب الباقي اهم منهم برضه. زي ايه؟ زي الكلمات الداله. في عندك كلمات داله او بتشوفها غالبا بتعبر عن المضارع البسيط. زي ايه؟ زي always معناها دائما،
او usually عادة. often معناها غالبا، و sometimes احيانا، و never معناها ابدا، و every كل. ديت كلها كلمات دالة على المضارع البسيط. طيب نركز بقى في اللي جايه ديت، لان احنا عندنا important notes جميله جدا النهارده، زي الثلاثه اللي فوق بتوع الاضافات. ايه تاني؟ الكلمات دي بتستخدم، هذه الكلمات اللي هي الكلمات دي كلها. الكلمات دي كلها مالها يا مستر؟ الكلمات دي كلها بتستخدم قبل الفعل العادي. نركز فيها كويس جدا، نركز كويس جدا، لان الجمله ديت او النوت ديت، الملاحظه ديت بتيجي في اسئله ثانويه عامه، وبتيجي في اسئله كتير في كتب خارجيه في ثانويه عامه، وطلاب كتير قوي بتتلخبط فيها. انها بتيجي قبل الفعل العادي او بعد فيرب تو بي، او بعد فيرب تو بي. واسم السلسله عندنا اسمها اسس نفسك في الجرامر. وحد هيقول لي يا مستر ناس ممكن ما تعرفش ايه هو فيرب تو بي، فاعتبرك مش عارف يعني ايه فيرب تو بي اصلا، اللي هم العيال بتوع كيشف بياخدوه. وهقول لك ان فيرب تو بي ممكن يكون ام او از او ار. ام او از او ار ده فيرب تو بي اللي هو في المضارع. طيب نعمل ايه بقى؟ احنا قلت لك ديت بتيجي قبل الفعل العادي وبعد فيرب تو بي، قبل الفعل العادي وبعد فيرب تو بي. زي ايه؟ زي الجمله دي: he always gets up late. he always gets up late. عملنا ايه؟ ده فعل عادي. gets ده فعل عادي، ده مش فيرب تو بي، ده gets فعل عادي. الكلمات دي جبناها قبل الفعل، لان انا قايل لك قبل الفعل العادي وبعد فيرب تو بي، وبعد فيرب تو بي. فاحنا جبنا كلمه always قبل الفعل العادي هنا. طب ممكن تيجي بعد، هي تيجي بعد، بس مش بعد الفعل العادي، هي بعد فيرب تو بي. زي الجمله دي: he always late for work. he is always late for work. تمام؟ هنا is always، ما قلناش always is. ما ينفعش نقول always is لان فيرب تو بي، وهي بتيجي بعد فيرب تو بي. الكلمات ديت كلها بتيجي قبل الفعل وبعد فيرب تو بي، زي المثال عندنا هنا. تمام؟ كده اقدر اقول لك ان احنا خلصنا التكوين لو الجمله بتاعتك مثبته. طيب اذا كانت الجمله بقى منفيه، تعال نقول لك يلا اذا كانت الجمله منفيه هنعمل ايه. والله يا مستر لو الجمله بتاعتي منفيه، لو الفعل عندك اي او يو او زي او وي او اي اسم جمع، لو ضمائر الفاعل دولت اي يو وي زي او اي فعل جمع، لو الجمله بتاعتك منفيه هتنفي بايه؟ انت هتنفي بدونت، هتنفي بدونت. وبعد دونت لازم تجيب مصدر الفعل، لازم تجيب مصدر الفعل، الفعل بدون اي اضافات. تمام؟ زي ايه؟ زي الجمله دي: I don't، لان I هنا من ضمائر الفعل اللي بتيجي معاها don't لو منفيه. I don't play football. تمام؟ فاي بتاخد don't، واحنا قلنا الفعل play هنا لان بعد don't بتيجي الفعل فين؟ في المصدر. طيب بعد هي او شي او it او اي اسم مفرد، او اي اسم مفرد بننفي ب doesn't. بننفي بايه؟ بننفي ب doesn't. وبعد doesn't لازم نجيب مصدر الفعل، لازم نجيب مصدر الفعل. وعايزك تقف هنا شويه. ليه بقى؟ ممكن ناس تشوف الفيديو تقول لي دي سهله وحاجات احنا واخدينها قبل كده. هقول لك صح، بس ايه اللي هيحصل بقى؟ في طالب ذكي هيعمل ايه؟ هيقول له المستر من شويه قال لي لو عندك ضمير فاعل مفرد لازم تضيف اس واي اس واي اي اس. اقول لك انا قلت كده فعلا. فانت ايت هنا انت عاملها ايت بس، ده يا مستر المفروض تكون ايتس، المفروض تكون ايتس. اقول لك يا ابني دي دازنت، خلي بالك دي دازنت، والله العظيم في ناس بتغلط فيها. دي دازنت بيشوفوا هي مفرد هوبا ايتس على طول، الفعل مضاف له اس. لا، بعد دونت ودازنت ايا كان الفاعل مفرد ولا جمع انت بتضيف للفعل، انت مش بتضيف للفعل حاجه، انت الفعل ما ينفعش تضيف له، بتجيبه على طول فين؟ بتجيبه على طول في المصدر. وده كده كان تكوين الجمله الخبريه المنفيه في زمن المضارع البسيط. تمام؟ طيب نخش بقى على اللي بعده. ملحوظه مهمه جدا:
ملحوظه مهمه جدا عايزك تركز فيها، ايه هي؟ كلمه نيفر. انا قلت لك نيفر في الكلمات الداله فوق، هي بتعطي معنى النفي، لان معناها ابدا، فديت بتعطي معنى النفي. بس خلي بالك بقى، انا قلت لك فوق لو الفاعل مفرد، لو الفاعل مفرد مع دونت ودازنت، لازم الفعل يكون في المصدر، لازم الفعل يكون في المصدر مع دونت ودازنت، ايا كان الفاعل مفرد او جمع لازم يكون الفعل في المصدر. طب بس لو لقيت نيفر بس مع الفاعل المفرد اللي هو هي وشي وات او اي اسم مفرد، او اي اسم مفرد، لو لقيت نيفر مع فاعل مفرد او اي اسم مفرد، خلي بالك احنا مش هنحذف الاس، عدم حذف الاس في نهايه الفعل مع الضمائر هي وشي وات او اي اسم مفرد. اتلخبطت؟ لا مش هلخبطك. بص دونت ودازنت فعل في المصدر، دونت ودازنت الفعل بعدين في المصدر، نيفر الفعل مش هتضيف له، الفعل لازم ينضاف له اس عادي، ما بتاثرش على الاضافات، بس مع الفاعل المفرد بس، مع الفاعل المفرد بس، عشان ما حدش يجي يقول لي يا مستر يا مستر في نيفر والفاعل جمع انت قلت مش بتاثر على الاضافات. قلت لك يا حبيبي نيفر مع الفاعل المفرد مش بتاثر على الاضافات، لازم تسيب اضافات، وهوضحها لك دلوقتي اهو. هنا بيقول لك ايه؟ he never goes to school to the club، he never goes to the club. تمام؟ هنا نيفر وعندك فاعل مفرد، بص حطينا الجوز، حطينا الجو اي اس، ما اثرتش على الاضافات اهي زي ما هي. انا ممكن نفس الجمله واشيل لك منها الاي اس. امتى نشيل اي اس؟ قول، ما تقول يا ابني امتى نشيل الاي اس؟ ايوه مع doesn't هنا احنا قلنا doesn't go، he doesn't go to the club، he doesn't go to the club. يبقى الملاحظه ديت عشان بتلخبط ناس كتير، don't و doesn't فاعل مفرد او جمع الفعل بعدين في المصدر، نيفر لو الفاعل مفرد، لو الفاعل مفرد مع نيفر مش بتاثر على الاضافات، مش بتاثر على ايه؟ مش بتاثر على الاضافات. طيب بعد كده عندنا صيغه الاستفهام، وعندنا امتى نكون سؤال بهل وامتى هنكون سؤال باداه استفهام. طيب السؤال بهل بنجيبه ازاي؟ والله يا مستر احنا بنبدا بدو. بنبدا بايه؟ بدو. بعد دو بنجيب اي ويو وزي وي او اي اسم جمع، لان اي ويو وزي وي او اي اسم جمع بيجوا مع دو، وبعدين مصدر الفعل وباقي السؤال. ده كده السؤال بهل لو الفعل المساعد عندك تو. طب ممكن يكون داز، ممكن يكون داز زي ما هو موجود هنا، بس داز بتيجي مع هي وشي وات او اي اسم جمع، او اي اسم جمع او اي اسم ايه؟ او اي اسم جمع. بعد كده مصدر الفعل وبعدين باقي السؤال. وخلي بالك، خلي بالك الملاحظه دي مهمه جدا. ايه هي؟ ناس هتقول لي يا مستر هي وشي وات، هقول لك مالها؟ قلت لي فوق، لا بص خلي بالكوا هنا او اي اسم مفرد، يعني اشتغلت بس في البي دي اف، او اي اسم مفرد. حد هيقول لي ايه؟ حد هيقول لي هي وشي وات، هي وشي وات، انت قلت لنا فوق يا مستر هي وشي وات بالفعل بعدهم مضاف اس واي اس واي اي اس، وانت قلت لنا الاضافات. هقول لك ايوه. قلت لي ليه انت قلت مصدر الفعل؟ لان هنا لازم تجيب مصدر الفعل طالما في سؤال مع دو داز، لازم مصدر الفعل عندك لازم يكون في مصدر فعل. طيب زي ايه؟ Do you like ice cream؟ هل بتحب الايس كريم؟ هنا يو، ضمير الفاعل عندك يو، فخدنا دو والفعل عندك لايك، والفعل عندك لايك الفعل فين؟ في المصدر. الفعل لايك فين؟ في المصدر. هنجاوب عليه ايه؟ والله ممكن نجاوب السؤال بهل، يا بنجاوب عليه يا بيس يا بنو. لو قلنا يس هنقول يس اي دو، لو نو هنقول نو اي دونت. حد هيقول لي السؤال ما فيهوش اي، انت جبت اي منين؟ هقول لك ان يو في السؤال بتتحول لاي في الاجابه، واي في الاجابه بتتحول ليو في السؤال، عكس بعض. تمام؟ طيب ممكن يكون داز جدا، ممكن يكون داز. ممكن اقول لك داز شي جو تو سكول؟ does she go to school؟
حد هيقول لي يا مستر ده شي، هقول لك ايوه. هقول له انت قلت لنا فوق هي وشي وات الفعل مضاف لاس واي اس واي اس، اقول لك صح. هقول له انت حطيت جو في المصدر، مش جو المفروض تضاف لها اي اس، اقول لك لا مش هنا، هنا داز، وانا قلت لك دو داز لما الفعل معاهم على طول في المصدر، طالما في السؤال يبقى الفعل على طول فين؟ الفعل على طول في المصدر. طيب عايزك بقى تلاحظ حاجه، عايزك تلاحظ ان الافعال المساعده زي فيرب تو بي، الافعال المساعده زي فيرب تو بي في الزمن المضارع البسيط بتيجي كالتالي. بتيجي ازاي؟ اول حاجه اقول لك ان فيرب تو بي دوت ناس عارفه وناس مش عارفه ان فيرب تو بي معناه يكون. يا جماعه الناس بتشوف بي بتقول لنا هي بي دي ايه؟ حد بيقول لي هي بي دي ايه؟ يعني ايه بي؟ هقول لكم البي ديت اللي هي ام وايز وار، الثلاثه دولت لو في المضارع او واز او وير في الماضي مصدرهم بي. الثلاثه دولت كده مصدرهم بي، ده المصدر. طب في المضارع اي بتبقى معاها ام والاختصار بتاعها ابوستروفي ام. والله لو هي او شي او ات او اي فاعل مفرد فاحنا بناخد از والاختصار بتاعهم ابوستروفي اس. تمام؟ اما لو الفاعل يو او زي او وي او اي فاعل جمع بناخد ار او الاختصار بتاعها ابوستروفي ار اي. ده كده هجيب لك الافعال المساعده كلها في المضارع. طيب بعد كده عندنا فيرب تو هاف. فيرب تو هاف ده اللي هو هاف وهاز في المضارع وهاد لو في الماضي، معناه يمتلك. معناه ايه؟ معناه يمتلك. طيب هي وشي وات او اي فاعل مفرد هو بياخد هاز والاختصار بتاعهم ابوستروفي اس، او ممكن يكون اي ويو وزي وي او اي فاعل جمع والاختصار بتاعهم ولا بياخدوا هاف والاختصار بتاعهم ابوستروفي في اي. ده كده لو فيرب تو هاف. ممكن يكون فيرب تو دو برضه في زمن المضارع البسيط، وفيرب تو دو ده معناه يفعل. بيجي ازاي؟ بيجي هي او شي او ات او اي فاعل مفرد فاحنا بناخد معاه داز، وخلي بالكم مفيش اختصارات لداز. تمام؟ او يو او اي يو زي وي او اي فاعل جمع وبياخد ايه؟ بياخد دو. بياخد ايه؟ بياخد دو. تمام؟ ده كده الافعال المساعده فين؟ في زمن المضارع البسيط. اقدر اقول لك ان انا كده بنيت لك الاساس بتاع المضارع البسيط، انا بنيته لك، لسه هنكمل عليه في خلال منهجنا، ولكن برضو الاهم من الشرح بتاعي ده الحل عليه. الاهم من الشرح ان احنا نحل، واهم من اي زمن. هو مش هيجي لك في الامتحان اشرح لي الزمن ولا امتى السؤال بيس اور نو كويستشن اللي هو السؤال بهل، او امتى ده وامتى ده، لا انت هيجي لك اسئله. فيلا بينا نقول لك بقى احنا بنحل ازاي. طيب اول نقطه بيقول لك هنا space is hungry. هنا is، هنا is، خلي بالك انا قلت لك هنا اهوت فيرب تو بي مع هي وشي وات is، لان او اي فاعل مفرد. فانت هنا عندك is، ففين الفاعل المفرد عندك هنا؟ وي مش فاعل مفرد، ولا يو ولا زي، دول كده كلهم مش فاعل مفرد. الفاعل المفرد عندك هنا هي، ده كده الفاعل المفرد بتاعنا. he is hungry. اوكي تمام. طيب السؤال اللي بعده my parents space busy. والدي عايزين نقول والدينا بيكونوا مشغولين. my parents دولت جمع، my parents جمع، المصدر بتاعهم ما ينفعش نقول مصدر اللي هو بي، ولا ينفع نقول is، ولا ينفع كان، لان my parents دولت جمع. تمام؟ فالاجابه عندك are. الاجابه عندك ايه؟ الاجابه عندك are. تمام؟ طيب رقم 3 طارق space two sisters. تمام؟ طارق ده مفرد، طارق مفرد. فيا مستر انت قلت لنا ان المفرد مع فيرب تو هاف بياخد هاز، هقول لك ماشي، ومع فيرب تو بي بياخد از، هقول لك ماشي. انا قلت كده، هو مش بياخد هاف ومش بياخد دو، اقول لك حلو جدا، لا بياخد هاف ولا بياخد دو. فده عندك هاز وعندك از،
وطارق مفرد. طارق فعلا مع فيرب تو هاف بياخد هاز، وفعلا مع فيرب تو بي بياخد از. هل ينفع يكون عندك اجابتين صح؟ هقول لك لا، ما ينفعش يكون عندك اجابتين صح. هنا هنخش في المعنى. فيرب تو بي ده يا مستر معناه يكون. فيرب تو بي معناه يكون، وفيرب تو هاف معناه يمتلك او عنده. معناه يمتلك او ايه؟ او عنده. هل ينفع اقول لك طارق يكون اختين؟ هقول لك طبعا ما تنفعش، ما ينفعش حاجه اسمها طارق يكون اختين. هو طارق عنده اختين. فهنا نركز لان ممكن يجيب لك اتنين مع فاعل مفرد يكون صح جدا، وهنا لازم هتبص للمعنى. طيب بعد كده she space her homework after school. she يا مستر مفرد، she مفرد، تنفع does وتنفع is. لو she تنفع does وتنفع is، لا تنفع are ولا تنفع do. لا تنفع are ولا تنفع do. طيب قلت لك ان verb to be ده معناه يكون، وverb to does او verb to do معناه يفعل. verb to do معناه ايه؟ يفعل او يكون به. هنا عايز اقول لك ايه؟ she space her homework after school. هل ينفع اقول لك she هي بتكون واجبها بعد المدرسه، او هي بتفعل او هي بتقوم بعمل واجبها بعد المدرسه؟ اقول لك فعلا معناها تقوم به، او does لوحدها معناها يفعل، بس هنا معناها يقوم به. هي بتقوم بواجبها بعد المدرسه، او بتعمل واجبها فين؟ بعد المدرسه. طيب بعد كده آدم space to the park every week. تمام؟ آدم مفرد. آدم مفرد ما بيجيش معاه فعل في المصدر، وما ينفعش جوين. جوين ديت ما ينفعش تيجي لوحدها، لازم يجي قبلها اما وإذا وار. ايه ده؟ ايه ده؟ از. وآدم مفرد. تنفع از وآدم مفرد؟ هقول لك هي ماشي تمام، بس انت عندك خلي بالك هنا كلمه every week كل اسبوع. every اصلا من المضارع البسيط، الكلمات ده اللي هي انا بيقول لك كل اسبوع يعني عاده او حدث متكرر، فانت بتستخدم المضارع البسيط. واز جوين ده مضارع مستمر. از جوين ده مضارع مستمر تمام، او ممكن يعبر عن المستقبل برضو. فالاجابه عندك هنا جوز، لان ادم مفرد والفعل لازم يضاف له اس واي اس اس واي اس واي اي اس، وهنا جو طالما اخرها او بنضيف لها اي اس. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ سبيس he usually play at noon. طيب وهنا عامل لك سؤال، عايزين نعمل سؤال وكلهم بادئين بكابيتال، يبقى كلهم ينفعوا سؤال. هنعمل ايه؟ بص في الفاعل كده، الفاعل عندك هنا اهي تنفعش دو ولا تنفع ار. طالما الفاعل عندك هي لا ينفع دو ولا ينفع ار، تنفع داز وتنفع از. حد هيقول لي يا مستر انت قلت لنا هي بتاخد از وهي بتاخد داز. اقول لك صح، انا قلت لك كده، بس بص كده انت عندك الفعل في المصدر، وطالما الفعل في المصدر، فاكر لما قلت لك مع دو داز لازم يكون الفعل في المصدر؟ لا، يبقى احنا هناخد داز. طب امتى از تنفع؟ هقول لك برضه، لان هي از تنفع بس لو الفعل مضاف له اي ان جي وده مضارع مستمر، واستنى سلسله الازمنه المستمره هوضح لك فيها امتى از وامتى داز برضه. تمام؟ فاحنا خدنا داز لان الفعل فين؟ في المصدر. طيب بعد كده I not eat pizza. انت قلت لنا يا مستر لا تنفع doesn't ولا تنفع isn't، تنفع don't وتنفع aren't. هقول لك تنفع don't وتنفع aren't، بس بص كده انت عندك الفعل في المصدر، وانا قلت لك امتى بيجي الفعل في المصدر مع don't. ما ينفعش فعل في المصدر مع aren't خالص. فاعل aren't فعل في المصدر ما تجيش. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لك هاني فاعل مفرد space and paints pictures every day. طيب هاني فاعل مفرد، ما ينفعش drawing دي ما ينفعش يا جماعه اصلا تضيف للفعل اي ان جي مع الفعل المفرد خط لازق كده على طول، ما ينفعش. وما ينفعش draw لان هاني مفرد، ودرو ديت فعل في المصدر، ما ينفعش فعل في المصدر مع فاعل مفرد. فاضل لك draws واز drawing. draws واز واز drawing. every day every
الكلمات الداله على المضارع البسيط. افري بتقول لك ايه؟ افري بتقول لك انت مش عارف ده مين؟ ده هاني. هاني لازم يكون الفعل معاه اس. draws ما ينفعش ing. ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ing. تمام؟ ما ينفعش مضارع مستمر يعني. طيب هنا بيقول لك ايه؟ Do you have a jacket؟ هل عندك جاكيت؟ قال له يس اي سبيس. طيب يس ديت ما ينفعش معاها دونت لانها مفرد، يعني لانها مثبته. تمام؟ وما ينفعش اماي. يا ما اماي لا ما تنفعش. واي مش بتاخد داز، فانت اجابتك دو. هنا دو موجود عندك هنا برضه. تمام؟ طيب هنا بيقول لك an adult brain. an adult brain مخ الشخص العاقل. طيب ده مفرد، ما ينفعش الفعل في المصدر، وما ينفعش ing. وهنا دي حقيقة علمية، خلي بالك انه مخ الشخص العاقل بيوزن 1400 جرام. وما ينفعش اي دي، ما ينفعش ماضي بسيط. فانت الاجابة عندك وايت اللي هي بيزن 1400 ايه جرام. تمام؟ لان ديت حقيقة. بعد كده السؤال رقم 11 هنا بيقول لك he not football every day. he space football every day. طيب he فاعل مفرد، ما ينفعش practice، ما ينفعش الفعل في المصدر، ولا ينفع ing. تمام؟ وما ينفعش to practice. فانت الاجابه عندك practice على طول، مضاف ليها اس لان الفاعل مفرد. بعد كده بيقول لك I to do something creative. تمام؟ طيب I ما بيجيش معاه الفعل مضاف له اس، وما ينفعش مصدر، وما ينفعش تو. فالاجابه عندك هنا want. الفعل في المصدر على طول مع ايه؟ مع I. بعد كده mom space to tidy the kitchen. mom مفرد، ما ينفعش فعل في المصدر، وما ينفعش don't ولا ينفع to want. فالاجابه عندك wants لان الفاعل مفرد بنضيف له اس على طول. طيب بعد كده the main parts of the brain space important jobs. هنا بقى ركز معايا في ديت لانها مهمه. بيقول لك الاجزاء الرئيسيه من المخ ايه؟ وظائف مهمه. احنا عايزين نقول عندها وظائف مهمه، كلها فيرب تو هاف. كلها فيرب تو هاف. طبعا مش هتنفع هافينج، تمام؟ ومش هينفع هاد في الماضي لان ديت بتعبر عن حقيقه. فاضل لك هاز وفاضل لك هاف. هي مفرد ولا جمع؟ طيب بص بقى معايا. حد هيقول لي يا مستر ذا برين اهيت معناها المخ، والمخ ده مفرد، فاحنا هناخد هاز. اقول لك غلط. ليه؟ لان ده كلها على بعضها ده الفاعل اصلا. كل ده الفاعل، كل ده الفاعل. الاجزاء يعني جمع. الاجزاء الرئيسيه من المخ عندها وظائف مهمه هاف، لان ده كلها الفاعل. تمام؟ ركز جدا في ليه في النقطه دي. رقم 15 والاخيره عندنا في المضارع البسيط زي سبيس بارالمبيكس اثليتس. عايز اقول هم يكونوا ابطال اولمبيين او لاعبين اولمبيين. تمام؟ طيب زي مش بتاخد وص، مش بتاخد دز، يعني تنفع دو وينفع ار. تيجي نبص في المعنى هنا بقول هم يفعلوا العاب اولمبيه ولا هم بيكونوا رياضيين اولمبيين. اثليتس هم بيكونوا رياضيين اولمبيين. تمام؟ فده كده كان زمن المضارع البسيط. حرقت لك كل حاجه في المضارع البسيط، باسستك في المضارع البسيط كده. مفيش حاجه واقفه معاك في المضارع البسيط. طيب الفيديو اسمه الازمنه، فيديو اسمه اسس نفسك في الجرامر في الازمنه البسيطه. خدنا المضارع البسيط، هنخش بعد كده بقى على ايه؟ على الباست سيمبل. هنخش بعد كده على الماضي البسيط. تمام؟ هنخش بعد كده على الماضي الايه؟ على الماضي البسيط. طيب زمن الماضي البسيط يا مستر او اللي هو the past simple tense، اول حاجه لازم نعرفها فيها هو الايه؟ التكوين بتاع الماضي البسيط.
التكوين بتاع الايه؟ بتاع الماضي البسيط. اول حاجه الافيرماتيف ستيتمنت اللي هي الجمله الخبريه المثبته، احنا بنجيب الفاعل وبعدين التصريف الثاني من الفعل. يعني ايه بقى التصريف الثاني من الفعل؟ التصريف الثاني الفعل ده الفعل مضاف له دي او اي دي او اي اي دي، وهقول لك امتى دي وامتى اي دي وامتى اي دي دلوقتي. طيب بس زي ايه؟ زي ان انا اجي اقول لك he played tennis yesterday. yesterday امس، yesterday امس، وامس ده ماضي، فانا لازم نجيب التصريف الثاني من الفعل لو هو فعل ريجولار فعل منتظم. اما لو كان الريجولار فيرب فعل غير منتظم اللي هو شاذ، بنجيب بقى التصريف الثاني منه زي جو وينت، تمام، زي سي سو وهكذا. بس خلي بالك بقى، هنا التصريف الثاني من الفعل مع كله، مع اي وهي وشي وات واي اسم مفرد يو زي وي او اي اسم جمع، ده دي واي دي واي اي دي، ده تمام، بتيجي مع كله ده. ده لو كان فعل منتظم. لو فعل مش منتظم بقى زي ده they went to the zoo last week. last week ده الاسبوع اللي عدى، فالاسبوع اللي عدى ده ماضي، فاحنا قلنا وينت يا مستر وينت هنا لا اخرها اي ولا اخرها دي ولا اي دي ولا اي اي دي. اقول لك ما ده الريجولار فيرب فعل غير منتظم. الريجولار فيرب اللي هو فعل غير ايه؟ فعل غير منتظم، بنجيب التصريف الثاني منه. ده لو الجمله الخبريه مثبته. طيب الجمله الخبريه لو كانت بقى منفيه، لو دي جمله خبريه منفيه، بنجيب الفاعل وبننفي بديدنت وبعدها المصدر. وخلي بالك بعد ديدنت المصدر زي ما قلت لك من 10 دقائق او ربع ساعه، بعد دونت ودازنت الفعل في المصدر لو مضارع بسيط، بعد ديدنت برضه الفعل في المصدر، تمام. زي الجمله دي رنا didn't study her lessons yesterday. رنا didn't study، قلنا didn't بعدها الفعل في المصدر. بعدها الفعل فين؟ بعدها الفعل في المصدر، تمام. ده كده لو الجمله مثبته. طيب في صيغه الاستفهام بقى اللي هي بهل، بنعمل ايه؟ بنجيب did بعدين الفاعل ايا كان الفاعل اي يو زي وي هي شي ات، اسم مفرد او اسم جمع، على طول معاهم did. وخلي بالك الفعل في المصدر وعلامه الاستفهام بتاعتنا في الاخر. لازم يكون الفعل في المصدر، لازم يكون الفعل في المصدر، تمام. طيب زي الجمله زي المثال ده did you clean the car yesterday ماضي، فعملنا سؤال بهل اللي هو بديد، فقلنا كلين. خلي بالك محدش يقول لي ديد يا مستر، حد هيقول لي yesterday وانت قلت لنا yesterday ماضي، لازم الفعل يكون مضاف له دي واي دي واي اي دي. اقول لك لا، ده سؤال بهل، بعد ديد لازم يكون الفعل في المصدر، عشان في ناس هنا ممكن تقول لي cleaned وده غلط، تمام. فبنجاوب عليها السؤال بهل زي ما قلت لك فوق بيس I did او no I didn't. يس تبقى did مثبته ونو didn't منفيه. اما بقى لو في صيغه الاستفهام باستخدام كلمه استفهام عايزين نعمل سؤال بهل بكلمه استفهام، بنعمل ايه؟ بنجيب كلمه الاستفهام بعدين did بعدين الفاعل ايا كان مفرد او جمع وبعدين مصدر الفعل، تمام. وفي الفيديو اللي عدى هتلاقيه نازل على القناه عندنا فيديو اسمه الديالوج، ازاي تحل الديالوج. ناس كتير مش عارفه ازاي تحل الديالوج، فانا نزلت لكم فيديو عن الديالوج وشرحت لكم كل ادوات الاستفهام وامتى بنستخدم كلمات الاستفهام كلها، اي كلمه استفهام قلتها. طيب هنا بيقول لك what did you study، انت ذاكرت ايه؟ قلنا what اداه استفهام بعدين did بعدين you بعدين قلنا خلي بالكم study ما نقولش studied، ما ينفعش نقول studied لان ده سؤال ولازم يكون الجمله ايه؟ لازم يكون الفعل في الاثبات. او where did she go، where did she go، تمام. ده كده لو السؤال بصيغه الاستفهام، تمام. طيب الكلمات الداله بقى ايه؟ الكلمات الداله يا مستر على المضارع البسيط، على الماضي البسيط in the past معناها في الماضي، دي لو شفناها يبقى احنا في زمن الماضي البسيط. مده محدده وكلمه ago معناها منذ، 2 days ago منذ يومين، 2 years ago منذ سنتين، او yesterday اشهر كلمه عندنا معناها امس، او in وسنه ماضيه. ده احنا كده كلنا في زمن الماضي البسيط from سنه ماضيه دو سنه ماضيه، او
when I was young when I was little معناها عندما كنت صغيرا. كلمة last بقى بيجي معاها ايه؟ last year السنة الماضية، last month الشهر الماضي، last week الأسبوع الماضي، last Tuesday الثلاثاء الماضي. تمام؟ طيب زي ايه؟ زي دكتور مجدي stopped most of his work as a surgeon a long time ago. هنا مكتوب لك a long مدة محددة وكلمة ago، فقلنا الفعل مضاف له ed. طيب ما قلتلناش برضه يا مستر، انت برضه قلت لنا فوق ورجعت برضه ما قلتلناش امتى بنضيف دي وامتى بنضيف اي اي دي وامتى بنضيف اي دي. يلا بينا هقول لك دلوقتي. طيب اول حاجه لو الفعل عندك منتهي بواي وقبل الواي حرف متحرك، قبل الواي حرف متحرك، وابسط حاجه توضح لنا المثال اللي هو مثلا اهو بلاي اخره واي، قبل الواي ايه اللي هو حرف متحرك، بنعمل ايه؟ بنعمل كده، بنضيف له اي دي على طول، بنضيف له اي دي، بنضيف له ايه؟ بنضيف له اي دي. طيب معظم الافعال بينضاف لها دي، معظم الافعال بينضاف لها دي، يعني افعال كتير بينضاف لها دي. طيب برضو زي ايه؟ زي مثلا الفعل مثلا لو منتهي باي، فعل منتهي باي زي كلمه لايك، الفعل لايك ده منتهي باي هينضاف له دي على طول، هيبقى لايكد. يعني معظم الافعال بينضاف لها ايه دي. امتى بقى اي اي دي؟ اي اي دي لو الفعل عندك منتهي بواي بس قبل الواي ده، قبل الواي حرف ساكن، قبل الواي حرف ساكن، بتعمل ايه؟ بتحذف الواي وبتضيف اي اي دي. زي ايه برضه يا مستر؟ زي الفعل study، زي الفعل study اخره واي، قبل الواي حرف ساكن، بنحذف الواي وبنضيف اي اي دي زي كده. هيبقى الفعل عندك، هيبقى الفعل studied، هيبقى الفعل عندك ايه؟ هيبقى الفعل studied. طيب ملحوظه مهمه برضه، امتى احنا بنضيف اي دي؟ في حاجه كمان اللي هي ديت، واي قبلها متحرف متحرك، في حاجه كمان. امتى؟ لو الفعل يا مستر عندك، لو بنضيف اي دي ده لو الفعل منتهي باس اس او اس اتش او سي اتش او 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 اكس او 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 ايه او اكس، زي الفعل واتش او الفعل ووش منتهي باس اتش، واتش منتهي بايه؟ بسي اتش. الفعل واتش دوت منتهي بسي اتش، فاحنا بنضيف له اي دي. بنضيف له ايه؟ بنضيف له اي دي، فاحنا بنضيف اي دي مع معظم، بنضيف دي مع معظم الافعال، او واي قبلها حرف متحرك. بنضيف اي دي لو الفعل منتهي باس اس او اس اتش او سي اتش او 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 اكس، تمام؟ او واي قبلها حرف متحرك، ده الاي دي، الاي اي دي واي قبلها حرف ساكن، فعل منتهي بواي بتحذف الواي وبنضيف ايه؟ وبنضيف اي اي دي، بس لازم يكون الواي قبلها حرف ايه؟ قبلها حرف ساكن. وكده اقدر اقول لك ان احنا خلصنا الماضي البسيط، وكده يبقى احنا خلصنا فيديو جرامر الازمنه البسيطه. ولكن محدش يقلب الفيديو ياما، لسه ما خلصناش، احنا فاضل الاسئله، ده اهم اصلا، ده اهم حاجه، الحل ده اهم حاجه. تمام؟ طيب عايزين بقى نحل. هنا بيقول لك ايه؟ زي جو ولا انت جوز going to the mountain last winter. لاست وينتر، لا انا فاكر كلمه لاست دي ياض، انت يا بت فاكرين كلمه لاست؟ من الماضي البسيط، فالماضي البسيط عندك هنا وينت، لا ينفع جو ولا جوز ولا جوين. تمام؟ طيب بعد كده the program starting at 7:30 yesterday ماضي، تمام؟
فين الفعل هنا الماضي؟ هقول لك اهو started مضاف له اي دي اللي هو اخره دي، اخره اي دي ماضي اهو. ما ينفعش ستارت مضارع ولا ستارت في المصدر ولا ستارتنج اخره اي ان جي. طيب بعد كده we live lives living lived in a village in the past. in the past in the past ماضي، فطالما قلنا in the past ده ماضي يبقى فين الجمله اللي يدل على الماضي هنا؟ فين الفعل اللي يدل على الماضي؟ هو lived. هو ايه؟ هو lived. معلش يا جماعه انا لسه بس ايه واحده واحده كده هتلاقيني داير في السمارت بورد ده. طيب may meets ولا met meeting meet نهى from school 2 hours ago. مدة محددة وأجو، مدة محددة وأجو، يبقى احنا في زمن الماضي البسيط. وفين الجملة هنا ماضي بسيط؟ ايه ده؟ لا في دي ولا اي دي ولا اي اي دي، ما ينفعش اخرها اس. تعالى الاستبعاد. يلا بص هعتبرك طالب مش عارف حاجة، انت اصلا مش عارف حاجة بس هعتبرك برضو مش عارف حاجة. مفيش لا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. ميتس مضارع، ينفع مضارع و2 hours ago اللي هي دل على الماضي؟ لا، مش حاجه اسمها ميتنج كده على بعضها، لازم قبلها اما ويزا وار ومفيش قبلها. فاضل ميت وفاضل ميت. مي دي مفرد وميت ده الفعل في المصدر، وانا قلت لك في المضارع البسيط ما ينفعش الفعل في المصدر، لازم يكون الفعل يا اما مضاف له دي واي دي واي اي دي يا اما فعل شاذ. هنا ميت ده في المصدر ما ينفعش، ما عادش فاضل غير ميت، وده الماضي من كلمه ميت، وده الماضي من كلمه ايه؟ ميت. يلا سموا الله وقولوا بسم الله. 5 they don't doesn't didn't aren't leave last night الليلة اللي عدت، وكلمة last ولاست ده ماضي بسيط، واحنا بننفي الماضي البسيط ب didn't، بننفي الماضي البسيط ب didn't، بننفي الماضي البسيط ب didn't. طيب 6 عادل don't doesn't isn't didn't want to go out yesterday اشهر كلمه دل على الماضي البسيط، والماضي البسيط برضه بننفيه ب didn't. طيب 7 he didn't have had having eggs for breakfast. جامد السؤال ده. طيب تعال اقول لك انت تعمل ايه. ايه ده؟ هي المستر قال ما ينفعش هاز. لا استنى، ما ينفعش هاز ازاي؟ ده هي اصلا بتاخد هاز. انا قلت كده فعلا في المضارع البسيط اللي في نفس الفيديو برضه فوق شويه. ده هي ما ينفعش هاف لان هي مفرد. هتختار هاف ازاي؟ وهنا didn't. ايه ده؟ didn't وده هاد ماضي، واحنا didn't في زمن الماضي ماشي. ودي having، مستر قال لنا مفيش حاجه اسمها ان جي كده على طول. اقول لك حلو، فاضل لك هاز وايه؟ وهاد. فتحك عليها مستر، ده دي didn't وهاز ده مضارع اهو غلط، يبقى اجابتك هاد. هقول لك صباح العسل، الاجابه عندك مش هاد، الاجابه عندك هاف. الاجابه عندك يا بيه هاف. ليه يا بيه؟ يا بيه ده didn't يا بيه، يا بيه ده didn't يا بيه، دي didn't بعدها الفعل في المصدر، فلازم ايه؟ فلازم نقوله هاف، فلازم نقول الفعل في المصدر من فيرب تو هاف هنا ايه؟ هاف. تمام؟ طيب 8 the bird didn't eating ate the seeds، وseeds دي معناها بذور. طيب ما تقعش فيها تاني بقى، didn't اهي بعدها الفعل في المصدر، المصدر هنا فين؟ ما ينفعش مصدر اخره اس، وما ينفعش مصدر اخره اي جي اي ان جي، فاضل ايت وايت. فين المصدر هنا؟ اقول لك يا حبيبي المصدر هنا ايت، لان ايت الماضي منها ايت، الماضي منها ايت. طيب بعد كده 9 بيقول لك ايه؟ do does did are they ride their bikes to school last week. ماضي، عايزين نعمل سؤال، والسؤال في الماضي بيبقى هل اللي هو did، لازم تكونوا did. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ 10
did ايمان feel tired؟ هل ايمان بتشعر بالتعب؟ قالت لها بي، قالت لها yes she. طبعا did. ينفعش لا دو ولا تنفع does ولا تنفع doing، لان دي ده. طيب did you stay in a good hotel؟ no I didn't. لان خلي بالك بص، حاطط لك هنا يو، حاطط لك هنا يو، وحاطط لك اي، وحاطط لك اي، وهنا يو. حد هيقول لي يا مستر ده وبا يو اهي هنزلها، اقول لك لا، يو في السؤال بتبقى اي في الاجابه، فاصبح يو دي غلط ويو دي غلط. فاضل لك اي ديد واي ديدنت. هنا نو، ونو بيجي بعدها نفي، نو بيجي بعدها نفي، فالاجابه عندك didn't. 12 بيقول لك هنا ايه؟ where did their travel last holiday؟ last holiday، last ماضي، في الماضي، يبقى لازم تكون ايه؟ لازم تكون did. طيب بعد كده when did you not ايه؟ you stopped stopping. وهنا كلمة smoking، كلمة ايه؟ smoking أداة استفهام، did فاعل مصدر، زي ما قلنا السؤال بقى استفهام فوق، مينفعش stops ولا stopped ولا stopping. طيب 14 بتقول لك ايه؟ they was where is are in the garden yesterday. yesterday ديت ماضي، فماضي ما ينفعش is، ماضي ما ينفعش are. they جمع بتاخد where. تمام 15 he didn't at home last Saturday او Saturday، زي الناس اللي هم ايه يحبوا يعوجوا لسانهم دول، Saturday ولا Saturday دي اهم حاجه تحلوا صح. ديت ماضي، فالماضي ما ينفعش don't، وهنا هي ما تنفعش weren't. فاضل عندك didn't، فاضل عندك wasn't. وربنا الملحوظه دي مهمه جدا. ليه بقى؟ حد هيقول لي هوبا لاست ساتردي ماضي، وانت قلت لنا مثلا عايزين دي كلها منفيه، فاحنا بننفي الماضي البسيط بديدنت. هقول لك بقى ديدنت غلط. ليه ديدنت غلط؟ لان لو انت فاكر انا قلت لك ديدنت بيجي بعدها الفعل في المصدر، انت اصلا هنا ما عندكش فعل، مفيش فعل، ده هنا ات هوم ظرف حرف جر ومكان، فلازم تكون فيرب تو بي. لو حرف جر ومكان لازم يكون فيرب تو بي. والى هنا يا ساده حضرات ننتهي من اول فيديو في السلسله الجميله بتاعتنا، وهي اسس نفسك في الجرامر. واول فيديو كان عندنا المضارع البسيط والماضي البسيط. انتظرونا ان شاء الله في كمان 3 فيديوهات تانيين هاسسك في الجرامر، هدخلك كينج في الجرامر، هدخلك كينج جرامر. جود باي.